لما تعملي الفراخ المشوية في البيت أحسن من بتاعة مرة يبقى تستاهلي إن هم يطلبوها منك كل يوم. أول حاجة الخلط بين أنواع البصل في التتبيلة بيدي طعم وريحة حلوة جدا. نحط التوابل المحطوطة على الشاشة ديت، ولو مش بتحبي أي حاجة فيهم مش مشكلة خالص، بس أهم حاجة الخلنجان ما تستغنيش عنه في أي فراخ مشوية، بيطري اللحم جدا وبيخليها تستوي بسرعة. نستبدل الخل الأبيض بخل العنب الأحمر أو أي خل من بتاع الفاكهة، بيدي طعم وريحة ونكهة حلوة جدا. نفصل اللحمة عن الجلد عشان خاطر نحشي بيه التتبيلة، عشان خاطر التتبيلة توصل معانا لكل ذرة في الفرخة. أحسن طريقة لتسوية الفراخ المشوية هي شبكة وتحتيها صينية غويطة نحط فيها مية عشان خاطر تعمل حمام بخار حلو جدا للفرخة. الفرخة لازم تدهن بحبة زيت ودبس رمان في نص التسوية، ونشيل من عليها طبعا الغطا اللي احنا مغطينه بيها عشان خاطر تستوي وتدينا طبقة كريسبي من بره، والفراخ من جوه تبقى محتفظة بالعصارة بتاعتها وجوسي من جوه. هنا كمان هنطلع الفرخة نقلبها، ما ننساش ظهرها ولازم نحمرها كويس.